عشان ما ننساش. والشهيد محمد يا بشر على مرء الملايين، صدر أبوه يحتمي ويموت برصاص لعين. الشهيد محمد يا بشر على مرء الملايين، صدر أبوه يحتمي ويموت برصاص لعين. ودمه يطير في الفضاء وينادي على حطين، ينادي وين عمر وين صلاح الدين. عشان ما ننساش قصتنا الحقيقية والمعركة الشرسة اللي بيخوضها أهلنا في فلسطين. كل مرة بنقول يلا نسمي الله وندخل نشوف سر حياة البطل أو البطلة، بس بطل النهاردة اتحرم من حياته زي آلاف الأطفال اللي بيقتلهم الكيان الصهيوني كل يوم بدم بارد. ورغم حياته القصيرة لكنه بطل وأيقونة المقاومة الفلسطينية التانية من 23 سنة. عشان كده هقول لكم يلا نسمي الله وندخل نشوف قصة من أهم قصص كفاح الشعب الفلسطيني، قصة البطل الشهيد محمد الضرة. محمد الضرة اتولد سنة 1988، يعني لو ربنا كان اداله العمر كان زمانه دلوقتي شاب عنده 35 سنة ومحدش كان عارف، يمكن كان بقى بطل من الأبطال اللي ملء السمع والبصر زيه زي أبطال كتير في فلسطين. عشان كده الكيان الصهيوني كل همه انه يموت أكبر عدد من الأطفال عشان يحمي نفسه من اللي هيبقوا أبطال بكرة. محمد اتولد في غزة اللي دايرة فيها المعارك دلوقتي. والده جمال الضرة كان شغال نجار، ومحمد زيه زي باقي الأطفال الفلسطينيين اللي بيحبوا أرضهم ونفسه يشارك في الانتفاضة. في الوقت ده الإعلام كان بيسمي الأطفال دول أطفال الحجارة، والحقيقة أن الأطفال دي بشوية الحجارة اللي ماسكينها وبيرموها على الجنود الإسرائيليين كانوا رابكين قوات الاحتلال وعاملين ضجة في العالم كله زي ما هم عاملين دلوقتي ضجة، بس وهم ميتين. ضجة بسبب قتل الصهاينة ليهم بشكل وحشي وغير آدمي. الأطفال دي في الوقت ده وصلوا رسالة للعالم كله إنهم مش هيتنازلوا عن أرضهم وإنهم رافضين الاحتلال وواقفين في منتهى الشجاعة والصمود، وهم مجرد أطفال أبرياء عزل. وده بسبب اللي كان بيعمله قوات الاحتلال من انتهاكات ومن تدنيس للمسجد الأقصى. أطفال الحجارة مع أبطال المقاومة والانتفاضة كانوا بيواجهوا قوات الاحتلال بكل الطرق، وقوات الاحتلال بترد عليهم بذخاير حية وأسلحة محرمة دوليا. تقدروا تقولوا كده صورة طبق الأصل من اللي بيحصل دلوقتي. في الوقت ده التكنولوجيا ما كانتش أحسن حاجة، وتوثيق الأحداث في لحظتها ما كانتش عملية سهلة أبدا. فكانت إسرائيل كالعادة بتنكر استخدامها للذخائر وقتلها للأطفال وللشباب لحد ما تحصل الصدفة اللي تتوثق بيها وحشية الكيان الصهيوني قدام العالم كله. وهنا تبدأ حكايتنا في 30 سبتمبر سنة 2000، تاني يوم من انتفاضة الأقصى. اللي حصل إن جمال الضرة أبو محمد الضرة اتفق مع واحد صاحبه عشان ينزلوا يشتروا عربية من منطقة اسمها المزادات، والمنطقة دي فعلا بتعمل مزادات على العربيات عشان سعرها يبقى حنين شوية. جمال كان عارف إن ممكن يحصل اشتباكات، ما هو ده كان تاني يوم من انتفاضة الأقصى، فكان بيحاول يبقى بعيد عن أي منطقة فيها اشتباكات، واتفق على الكلام ده هو وصاحبه. المهم وهو نازل من البيت ابنه محمد شبط فيه. في الوقت ده محمد كان عنده 12 سنة وقاعد بيذاكر في البيت لأن المدارس شبه مقفولة بسبب الأحداث، وبيتابع اللي بيحصل من خلال فرجته على الأخبار اللي بتتذاع في التلفزيون. فوالده وافق إنه ياخده معاه، وفعلا راحوا يبصوا على العربيات وخلصوا مشوارهم تقريبا على 11 الصبح ووقفوا تاكس عشان يروحوا. فجمال لاحظ إن في اشتباكات بين قوات الاحتلال ورجال المقاومة والانتفاضة قرب المنطقة الحدودية، وتحديدا جنب منطقة من المناطق العسكرية الإسرائيلية. فسواق التاكس خاف يدخل المنطقة وقال لك أكيد الشارع هيبقى مقفول، فيعملوا إيه؟
جمال الدرة ومحمد ابنه نزلوا من التاكس ومشوا على رجليهم عشان يعدوا الشارع ويروحوا، بس قبل ما يدخلوا الشارع استنوا شوية لحد ما ضرب النار يهدى عشان يعرفوا يخشوا ويعدوا في سلام. وبالصدفة في الوقت ده كان في مصورين كتير تابعين لقنوات أخبار عالمية عشان ينقلوا كل الأحداث اللي بتحصل للعالم كله. المهم أول ما وقف ضرب النار بين قوات الاحتلال وبين رجال المقاومة، بدأ جمال ومحمد الدرة يتحركوا عشان يروحوا، ولأجل الحظ وهم بيعدوا بدأ ضرب النار يشتغل تاني، بس المرة دي بقوة مش طبيعية، وضرب النار بقى في كل مكان وبشكل عشوائي. جمال الدرة لقى نفسه مش عارف يعمل ايه، بالذات وابنه محمد عمال يستخبى فيه، فستر ربنا لقى برميل اسمنتي فادارى وراه وخد محمد ابنه في حضنه. ساعتها محمد سأل والده ليه الكلاب دول بيضربوا علينا نار، وفضل ضرب النار شغال لمدة 45 دقيقة، واللي اتصور منهم 27 دقيقة بس، وده لحد ما المصورين عرفوا يلاقوا اماكن يتداروا فيها عشان يصوروا منها. صورة جمال الدرة ومحمد ما فيهاش اي لبس لاي حد، واولهم قوات الاحتلال، انه مجرد راجل اعزل معهوش سلاح ومعاه طفل صغير، يعني ما فيش اي خطورة منه ولا بيشكل تهديد عليهم، ولا حتى محتاجين انهم يدافعوا عن نفسهم ضده. ودي طبعا المبررات اللي كانوا بيقولوها مع كل حدث شنيع يقوموا بيه، بس المرة دي الموضوع ملوش علاقة خالص بأي حاجة من اللي اتقالت. طيب ايه حجتكم؟ والحقيقة ان الموضوع ملوش علاقة غير بالكره وعدم الآدمية والرغبة الغير مبررة في الانتقام طول الوقت، وده وضح جدا لما ضرب النار كله كان في اتجاه جمال ومحمد الدرة وهم قاعدين متداريين ورا البرميل الاسمنتي، وجمال الدرة عمال يشاور لكل الناس والجنود الاحتلال انه كفاية وانه معاه طفل صغير. وصوت محمد الدرة كان واضح جدا وهو بيستنجد بابوه، لكن لا حياة لمن تنادي، لحد ما محمد اتصاب برصاصة في ركبته. ساعتها قال لوالده صابون الكلاب، ووالده عمال يطمنه، ولمدة دقيقة كاملة ضرب النار موجه ومركز على جمال ومحمد الدرة، دقيقة كاملة من ضرب النار المستمر والعشوائي على راجل أعزل وطفل صغير، لحد ما جمال الدرة اتصاب بعدد كبير جدا من طلقات الرصاص وفقد إحساسه بجسمه كله، بس فضل متمسك إنه يحمي ابنه لحد ما بص عليه لقى راسه مرمية على رجله وفي فتحة كبيرة جدا في ظهره. واستشهد محمد الدرة، ودي كانت أول مرة تتوثق جريمة من النوع ده على مرأى ومسمع من العالم كله، لأن اللي حصل وبالصدفة إن ربنا أراد يكشف بطش الصهاينة، ومصورين قنوات الأخبار العالمية واقفين قصاد الدرة بالظبط وشايفين كل حاجة بوضوح. الأكتر من كده إن عربيات الإسعاف لما شافت إن محمد الدرة استشهد ووالده جمال في حالة غريبة دخلوا عشان ينقذوه، فاتضربت عربيات الإسعاف وواحد من المسعفين اتصاب والتاني استشهد. طبعا بالفيديو ده قوات الاحتلال اتفضحت قدام العالم كله، كل الجرائم اللي كانت بتنكرها الفيديو ده أثبتها. بعدها اتنقل جثمان الشهيد محمد الدرة للطب الشرعي واتشرحت جثته عشان نثبت للعالم كله ان اللي دخل جسمه عدد كبير جدا من الطلقات، ده غير خروج احشائه بالكامل من بطنه، موتة بشعة لطفل بريء ملهوش ذنب في اي حاجة. اما الاب فاتنقل للاردن واتعالج في مركز الملك حسين الطبي. في البداية قدمت اسرائيل اعتذار قدام العالم كله عن اللي عملته، بس بعد ما عرفت ان الاعتذار ده هيحطها في موقف محرج وهيضعف موقفها انكرت اللي قالته، وقالت ان محمد الدرة استشهد على ايد نيران صديقة، وان قوات ورجالة الانتفاضة هي اللي عملت كده عشان تتاجر بدم الشهيد محمد الدرة. والحقيقة ان اللي بيحصل دلوقتي كربون من اللي حصل زمان، ما هو نهج وماشيين عليه نفس الاسلوب بالظبط، تقصف المستشفيات وتقتل الأطفال وتقول مش أنا اللي عملت، دول رجالة المقاومة. منتهى الجبن والخسة. المهم إن التحقيقات فضلت مستمرة لفترة طويلة لدرجة إنهم شككوا في الفيديوهات وقالوا إنها متفبركة، بس القنوات الإخبارية أكدت إن الفيديوهات مظبوطة وسليمة 100%، ده غير شهود العيان اللي كانوا حاضرين الواقعة وشهدوا ضد قوات الاحتلال باللي عملته. وفضلت إسرائيل لمدة 10 سنين بتحاول تبعد التهمة دي عنها ورافضة إنها تعترف بيها، وبعد 23 سنة
تكرر إسرائيل جرايمها في حق عيلة الضرة بقتل إخوات جمال والد محمد الضرة، ويودعهم وهو بيقول لهم احجزوا لي مكان عندكم. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم، احجزوا لي مكان جنبكم. في النهاية عايزة أقول إن محمد الضرة رمز وواحد من آلاف الشهداء اللي ورا كل واحد منهم قصة كبيرة. فلو كان الضرة مات في 100,000 ضرة هيحموا الأرض ويصونوا العرض ويحرروا القدس إن شاء الله. تحية كبيرة للشهيد البطل محمد الضرة، وتحية لكل الأبطال الشهداء، وتحية لكل أم مكلومة إلى أن يأذن الله بنصره، وما ذلك على الله بعزيز. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية. عارف بقى انا تخيلت ايه وانا بكتب السكريبت بتاع الحلقة دي؟ اتخيلت ان انا بكتب سكريبت عن انتصار الفلسطينيين وان المسجد الاقصى احنا دخلناه والدنيا بقت غير كده خالص. نفسي اليوم ده يجي، ربنا يقرب ان شاء الله.